هذه اللوحة هي Le Garde du Palais، حارس القصر، للفنان البريطاني إدوين لونغ، أنجزها سنة 1877. تفاصيل التراث المغربي في اللوحة: القفطان المغربي يظهر بوضوح على المرأة، مطرز بتفاصيل دقيقة وزخارف راقية. البرنوس، السلهام، يلبسه الرجل فوق جبته البيضاء، وهو لباس مغربي أصيل، ظل رمزاً للوقار والسلطة. البلغة، لبابوش، ينتعلها الرجل، وهي حذاء تقليدي مغربي معروف بالراحة والبساطة. سودن، البندقية الموكحلة التي يمسكها الحارس، من أبرز الأسلحة التقليدية في المغرب، وتستعمل أيضاً في التبوريدة. النقوش والزخارف: على الجبس، النقش الهندسي والزهري المعروف بالمغربي الأندلسي. على الخشب، الأبواب والقوس المنقوش. على الزليج المغربي، فسيفساء هندسية دقيقة بألوان متناسقة. على الأواني المعدنية الصينية التي تحملها المرأة. البعد التاريخي: الفنان رسم المشهد بروح الاستشراق، لكنه لم يتخيل عناصر من فراغ، بل استند إلى الواقع المغربي الذي كان مصدر إلهام أوروبيين كثر. بل وأكثر من ذلك، عندما قررت إسبانيا ترميم قصر الحمراء وغيره من القصور الإسلامية في إشبيلية وطليطلة، لم تجد أفضل من الحرفيين المغاربة ليستعيدوا رونق الزخارف والنقوش الأصيلة. اللوحة شهادة بصرية على أن المغرب لم يكن مجرد مصدر إلهام، بل كان المرجع الفني والحرفي الحقيقي في فنون الزليج، النقش على الخشب والجبس، وصناعة القفطان والأسلحة التقليدية.